مساء الخير مشاهدينا ومتابعي المصري اليوم في كل مكان. بنتابع مع حضراتكم في الاسكندريه زي ما حضراتكم شايفين الان. الوسيله الان في اسكندريه العوامات، زي ما حضراتكم شايفين ماسك العوام اهوت بايده الاثنين، ودي الوسيله الرسميه دلوقتي في اسكندريه بعد غرق الاسكندريه في اول ايام الفيضه الكبرى. وزي ما حضراتكم شايفين الان العوامات يعني هي الوسيله الرسميه الان في منطقه 45 قبلي. العوامات دلوقتي هي الوسيله الرسميه يعني المواصله دلوقتي. العوامات زي ما حضراتكم شايفين يعني اهل المنطقه يعني بيحاولوا ان هم يعني في موقف طريف كما المتعارف يعني راكبين العوامات وبيلعبوا بالعوامات، وهي دي الوسيله اللي حضراتكم شايفينها الان مشاهدي ومتابعي المصري اليوم. يعني اكنك على البحر، شايف حضرتك المنظر واكنك على البحر زي ما حضراتكم شايفين الان اكنك على البحر. والوسيله الان العوامات في محافظه الاسكندريه في اول ايام الفيضه، اول ايام نوة الفيضه الكبرى. يعني امطار كبيره جدا وامطار غزيره جدا يعني عليها بعض المناطق غرقت، ودلوقتي الوسيله الرسميه في يعني شوارع اسكندريه العوامات زي ما حضراتكم شايفين الان. يعني موجودين في الشارع بالعوامات عشان خاطر يقدروا يطلعوا بالعوامات زي ما حضراتكم شايفين. ويعني الناس هنا في المنطقه هنا راكبين العوامات زي ما حضراتكم شايفين. يعني الكل هنا راكب عوامات زي ما حضراتكم شايفين، الكل هنا راكب العوامه، الكل هنا راكب العوامه، والكل يعني عايز يروح شغله. عايز تروح شغلك هتروح بالعوامه زي ما حضرتك شايف دلوقتي. يعني الناس هنا اكنك على البحر، يعني اكنك في ستانلي ولا في ميامي. الكل هنا بيركب العوامات في الشوارع اللي هنا للاسف شديد يعني غرقت في شوارع الاسكندريه، والوضع صعب جدا جدا. يروح الشغل خلاص زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. يعني غرق المنازل هنا يعني بعد النوة الكبيرة اللي شهدتها بالأمس اسكندرية أول أيام الفيضة الكبرى. ودلوقتي العوامات هي الوسيلة الرسمية يعني عشان تروح الشغل. والشباب هنا يعني زي ما حضراتكم شايفين عشان يتنقل من بيت لبيت وشارع لشارع بيركب العوامة. يعني علو المية يعني فوق المتر ونص، فوق المتر ونص زي ما حضراتكم شايفين الان. يعني هو يعني في لقطه طريفه يعني متعارف عليها اهل الاسكندريه. العوامات هي الوسيله الرسميه الان في محافظه الاسكندريه، والكل بيركب العوامات، والكل اكنك على البحر، والكل بيلعبوا. يعني حاجه غريبه جدا هنا في شوارع الاسكندريه. يعني كان الله في عون رجال المياه، شركه المياه وايضا شركه الصرف الصحي. يعني الشتاء والامطار فوق القوه الاستيعابيه، يعني رهيبه جدا الامطار، ومياه امطار غزيره جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين الان. يعني العوامه هي الوسيله الرسميه الان في اسكندريه، والناس كلها هنا يعني بتركب العوامه عشان خاطر يقدروا يطلعوا بيها. ويعني الوضع صعب جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين مشاهدي ومتابعي مصر اليوم. يعني الكل هنا بيركب العوامه زي ما حضراتكم شايفين. وضع صعب، وضع يعني صعب جدا. والشلالات في اسكندريه وكمان حاجات صعبه جدا. وكمان يعني هنا يعني احد الاماكن اللي بيعمل تطريز وصناعه الملابس، صناعه الملابس. يعني المكان هنا غرق زي ما حضراتكم شايفين. الوضع صعب جدا جدا، الوضع صعب جدا. والعوامه زي ما حضراتكم شايفين الان هي الوسيله الرسميه. اركب العوامه زي ما حضراتكم شايفين. يعني حتى السيدات بتركب العوامات زي ما حضراتكم شايفين عشان خاطر يقدروا يطلعوا من المكان هنا، المكان اللي غرق. والكل يعني عشان يقدر يمشي او يتحرك بيركب العوامه زي ما حضراتكم شايفين. مشاهدي ومتابعي المصري، العوامه هي الوسيله الرسميه الان للخروج ويعني السير في اسكندريه. العوامه يعني علو الميه كبير جدا جدا والوضع صعب جدا. وهنا جايه الامطار نزلت بشكل غزير جدا جدا في محافظه الاسكندريه في اول ايام نوة الفيضه الكبرى.
وزي ما حضراتكم شايفين غرق كبير في الشوارع، ورجال هيئه الصرف الصحي شغالين يعني بقوه استيعابيه ل 152 سياره على محافظه الاسكندريه، ويعني كان الله في عونهم. الموضوع كبير، ولكن هم يعني ان شاء الله باذن الله بمجهود كبير هيكونوا قدها. زي ما حضراتكم شفتوا معانا يعني العوامه هي الوسيله الرسميه الان لكل الناس اللي بتركبها، ويعني عشان خاطر تقدر تخرج وتروح وتيجي. ويعني الله يكون في عون الناس اللي بيوتهم غرقت في النوة، يعني زي ما حضراتكم شايفين يعني المدخل غرق والمكان غرق، ربنا يكون في عونهم. والكل بيركب العوامة زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، يعني احدى البنات هي راكبه العوامة عشان تخرج بيها، يعني كان الله في عونهم، الله يكون في عونهم بجد، ان شاء الله يكون خير عليهم، ويعني ربنا يعديها على خير. زي ما حضراتكم شفتوا معانا غرق الشوارع في اول ايام الفيضة الكبرى، ويعني المكان هنا كله غرق زي ما حضراتكم شايفين مشاهدينا ومتابعي المصري اليوم. والعوامة هي الوسيلة الرسمية ل اسكندرية الآن بعد غرق الشوارع يعني الصعب جدا جدا. والمكان هنا للأسف في منطقة 45 قبل، يعني زي ما انتم شايفين بياخد العوامة وماشي بيها، يعني كان الله في عون الناس، وإن شاء الله ربنا يعديها على خير وربنا يستر يا رب. مشاهدينا ومتابعي المصري اليوم زي ما ورينا لحضراتكم المكان هنا كله غرق، المكان غرق والموضوع هنا رهيب، ربنا يستر على الناس، ويعني الموضوع صعب جدا جدا هنا، ربنا يكون في عون الناس. يعني نتمنى يا رب ان يكون خير يعني في مقادم ليهم. ورجال هيئة الصرف الصحي موجودين بيعملوا على شفط ونسف المياه، وايضا كمان رجال المطافي متواجدين، رجال الحمايه المدنيه متواجدين برضو لتقديم يد المساعده زي ما حضراتكم شايفين الان. كان الله في عون الناس، الموضوع صعب. وهنا سيول في محافظه الاسكندريه بعد شتاء رهيب بالامس بالصباح عفوا في اول ايام نوة الفيضة الكبرى، كان الله في عون الناس. وهنا يعني احدى السيدات، يعني المصنع ده بتاعك يا حاجه؟ المكان ده يعني المكان ده بتاعك؟ مكاننا، وجوه فيه تلفزيون وترابيزات وحاجتنا كلها جوه. يعني الحاجه دي بتاعتك انت صح كده؟ شايلاها هنا، ركناها هنا غرقت للاسف الشديد. غرقت للاسف. باظت اتدمرت من حاجه جوه، الهدوم والتلفزيون والترابيزات وحاجتنا كلها واجهزتنا كلها باظت جوه. ربنا يكون في عونك. نعمل ايه واحنا غلابه، ناس غلابه والله، ربنا ياخد اللي يعلم بينا. ربنا يكون في عونك. ربنا ياخد اللي يعلم بينا. في حد يعني اهم حاجه حد حصل له حاجه؟ لا الحمد لله. الحمد بس لله. يعني انت شايف الخسائر قد ايه؟ صعبه جدا بصراحه. شايف الخسائر قد ايه يعني؟ الموضوع صعب بصراحه، يعني انتوا طبعا هي الحاجه دي حصلت بدون اراده اي حد يعني. احنا عارفين، بس احنا ناس غلابه، ويعني ربنا الخسائر دي مين هيتحملها؟ مين هيتحملها الخسائر دي؟ صحيح، يعني كان الله في عون الناس هنا، يعني ربنا يا رب يعديها على خير، ويكون يعني اللي جاي خير ليهم، وربنا يستر عليهم يا رب. يعني زي ما حضراتكم شفتوا معانا العوامه هي الوسيله الرسميه زي ما انا لحضراتكم مشاهدينا ومتابعي المصري اليوم. العوامه هي الوسيله الرسميه الان لاهل اسكندريه بعد غرق شوارع الاسكندريه، منطقه شرق اسكندريه، ربنا يستر عليهم ويعديها على خير، ويكون ان شاء الله الخير قادم يعني في اللي جاي. رجال هيئه الصرف الصحي متواجدين، يعني بيقوموا بشفط ونسح المياه من الشوارع زي ما انتم شايفين الان. يعني الشلالات شغاله في الاسكندريه، واحنا نفسنا ماشيين في الميه زي ما حضراتكم شايفين مشاهدينا مصر اليوم. الميه ارتفاع 1.5 متر، الميه على ارتفاع 1.5 متر زي ما حضراتكم شايفين. يعني الشلالات شغاله، كان الله في عون الناس، كان الله في عون الناس زي ما حضراتكم شايفين الشلالات. يعني هنا الوضع صعب جدا جدا مشاهدينا ومتابعي مصر اليوم، الوضع صعب جدا 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 هنا زي ما حضراتكم شايفين. ويعني هنستمر مع حضراتكم في التغطية على مدار اليوم زي ما حضراتكم شايفين على مدار اليوم تبعيات شتاء الاسكندريه، ويعني جهود رجال هيئه الصرف الصحي في شفط ونسح المياه. ويعني زي ما حضراتكم شايفين اهو دي احدى العربيات اللي متجهه طبعا لشفط ونسح المياه من الشوارع، وايضا رجال الحمايه المدنيه المتواجدين الان يعني تقديم يد المساعده مع رجال هيئه الصرف الصحي لنسح المياه من البيوت اللي تضررت بشكل كبير، وايضا الشوارع. مشاهدينا ومتابعي المصري اليوم، كان معكم اسلام رضا، هنوافيكم في كل اخبار وكل ما هو جديد على شاشه المصري اليوم، والسلام عليكم.